في الدوري السعودي الزمالك والاهلي لو لعبوا اي فرق من التوب فور في الدوري السعودي عندهم تشانسز كويسه انهم يقدروا يكسبوه. اهو كابتن ميدو بيشكر في بقى، ايه رايكم؟ الايه؟ لو الاهلي او الزمالك لعبوا في الدوري الانجليزي النهارده، الاهلي لو الاهلي والزمالك لعبوا في الدوري الانجليزي لعبوا ال 38 ماتش بتوع الدوري الانجليزي، بايه يعني؟ يفنشوا في الدوري. قصدك ايه يعني؟ اتحطوا بقى في جدول الدوري الانجليزي بمستوى اللعيبه اللي موجود دلوقتي. بمستوى اللعيبه اللي موجود دلوقتي هما الاثنين هينزلوا درجه ثانيه. ماشي، انا بس عايز اعرف والله. اصل انت النهارده هم الثلاث فرق اللي هينزلوا كده طبعا الاثنين. طبعا انت بتتكلم في ايه انت يعني؟ انا بكلمك بجد يعني. والله ما انا عايز اعرف بجد. انت مقتنع بكده ولا لا؟ يعني انا عايز اسمع منك، انت اللي لعبت هنا وهنا. اللي فرقتين هينزلوا درجه ثانيه. اوكي بجد مش هزار يعني. طب دوري فرق ليفل الوحش بجد. وما تقيسهاش انديفيدوالي. لا يعني ما تقيسهاش مستوى لعيبه واحد بواحد، لا. قيسها اسلوب لعب، قيسها تعود على طريقه لعب، رتم وتيمبو عاليه جدا 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 جدا. طب دوريات تانية اقل في الفرنسي مثلا نفس الكلام؟ لا، في الفرنساوي فرصهم احسن. ميد تيبل يعني مثلا. ميد تيبل كلابز ممكن. طب الدوري السعودي؟ الدوري السعودي الاهلي والزمالك هيبقوا منافسين اقوياء على الدوري. حتى في وجود المحترفين اللي موجودين دلوقتي في السعوديه. يعني الزمالك والاهلي في الدوري السعودي الزمالك والاهلي لو لعبوا اي فرق من التوب فور في الدوري السعودي عندهم تشانسز كويسه انهم يقدروا يكسبوه. يعني باللعيبه اللي موجوده معاهم. لا الزمالك يقدروا. واكبر دليل على كده والاهلي لعب اتحاد جده فول تيم وكسب. دي اللغز بقى يعني. لا مش لغز. ازاي؟ لان انت النهارده لعيبتك كلها معظمهم مصريين ولاعيبه دوليين في منتخب مصر، وعدد اللعيبه المحترفين اقل. انما انت النهارده يعني يعني الاهلي هو بيلعب اتحاد جده. صح. لو اتحاد جده خرج من كاس العالم للانديه، هل انت فاكر يعني ان هو مثلا في بنزيما هيزعل بقى وبتاع؟ زعلان بس لعيبه بس لعيبه الاهلي بتلعب على بيوتها. ايوه صح. بيلعب ما فيش. لو رجع مصر مغلوب هيتقطع. لو رجع مصر مغلوب هيتبهدل. مش عارف يمشي في الشارع. هي دي قوتنا، هي دي قوه الفرق المصريه، ان انت عندك لعيبه مصريين كتير مميزين عندهم انتماء كبير للمكان. دوافع قويه قوي.